هلو يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنتكلم عن كريم مرطب لمنطقة العين. طبعا كلنا عارفين اهمية ترطيب المنطقة بتاعة العين بالذات. وده عشان الجلد في المنطقة ديت بيبقى ارق من باقي الوش، فعشان كده بيكون محتاج عناية وترطيب واهتمام اكتر. تاني حاجة، منطقة العين تعتبر من اوائل الحاجات اللي بتظهر فيها علامات التقدم في السن. فالنهارده هنتكلم عن كريم الاي كونتور من حياة، ودي شركة مصرية وتعتبر حاجة كويسة جدا بالنسبة ان كمان جودتهم تعتبر حلوة بالنسبة لأسعارهم. الكريم حجمه حوالي 15 ملي. من ضمن الحاجات اللي مكتوب انه بيعملها انه بيعالج الدمج بتاع السكين من الأشعة الشمس والتلوث والستريس، كمان انه بيقلل من ظهور الخطوط والانتفاخات والهالات السوداء. الكريم من ضمن مكوناته السكوالين والجليسرين، ودي كويس قوي علشان الترطيب، وكمان الكافيين والستريك والسكوربيك اسيد، ودي المفروض انها بتشتغل على انها تقلل الهالات والانتفاخات اللي حوالين العين. بالنسبة للكافيين والستريك والسكوربيك اسيد، فهو ترتيبهم في الانجريدينتس او مكونات الكريم هما في اخر الترتيب او في اخر المكونات، فاعتقد ان هو النسبة بتاعتهم مش عالية قوي في الكريم، وده اللي انا لاحظته انه ما جابش النتيجة معايا قوي او ما فرقش معايا قوي في الهالات او الانتفاخات، لكن في الترطيب هو كان حلو قوي معايا. فلو انت هتحتاجي حاجة للترطيب لمنطقة حوالين العين، فانا ارشح لك الكريم ده، هيبقى حلو جدا معاكي للترطيب. بالنسبة لسعره كمان حلو. لكن لو انت بتعاني من مشكلة زي الهالات او الانتفاخات او عندك اوريدي خطوط، فالكريم مش هتحسي بالتأثير معاه، هيبقى تأثيره ضعيف جدا، فهتحتاجي حاجة اقوى زي كريم او سيرم يكون فيه ريتينول او كافيين بس بتركيز اعلى من كده. وبس كده، يا ريت الفيديو النهارده يكون عجبكم، وسيبولي اي استفسار في الكومنتس، وباي باي، ونتقابل في الفيديو الجاي.